زين الدين زيدان يفجرها ويعلنها أمام العالم. لامين يامال هو الأحق بالكرة الذهبية بعد الموسم التاريخي الذي قدمه مع برشلونة ومنتخب إسبانيا. ما فعله لامين في كأس العالم لم يكن مجرد تألق عابر، بل كان استعراضا لنجم حمل منتخب بلاده إلى منصة التتويج، وفرض نفسه في أصعب المباريات أمام كبار نجوم العالم. كل مباراة كانت تؤكد أن يامال ليس موهبة للمستقبل فقط، بل لاعب حاضر قادر على تغيير مجرى أي لقاء بلمسة أو مراوغة أو هدف حاسم. ومع برشلونة واصل كتابة التاريخ، حيث أصبح اللاعب الذي تعتمد عليه الجماهير في أصعب اللحظات، وقدم موسما استثنائيا جعله حديث الصحافة العالمية. الجمع بين التألق مع النادي والفوز بكأس العالم جعل اسم لامين يامال يتصدر سباق الكرة الذهبية، متفوقا في نظر الكثيرين على جميع منافسيه. إشادة أسطورة بحجم زين الدين زيدان لم تأتي من فراغ، بل جاءت بعد موسم وصفه كثيرون بأنه من بين الأفضل في السنوات الأخيرة. ولم يقتصر تميز لامين على ما يقدمه داخل المستطيل الأخضر، بل لفت الأنظار أيضا باعتزازه الدائم بأصوله المغربية، حيث لم يتردد في أكثر من مناسبة في الحديث بفخر عن جذوره وعلاقته بالمغرب، وهو ما أكسبه احترام ومحبة الجماهير المغربية. ورغم تألقه بقميص إسبانيا، فإن ارتباطه ببلد والده المغرب ظل حاضرا في تصريحاته ومواقفه، مؤكدا أن جذوره المغربية جزء لا يتجزأ من شخصيته وهويته، وهو ما جعل اسمه يحظى بمكانة خاصة لدى عشاق كرة القدم في المملكة. هذا الاعتزاز بالأصل، إلى جانب موهبته الاستثنائية وأخلاقه داخل وخارج الملعب، جعل لامين يامال نموذجا للشاب الطموح الذي يفتخر بجذوره، وهو يصنع المجد على أكبر المسارح الكروية في العالم. في سن صغيرة نجح لامين في تحقيق ما يحلم به معظم اللاعبين طوال مسيرتهم، ليؤكد أنه يسير بخطى ثابتة نحو دخول قائمة أساطير كرة القدم. فهل يحسم لامين يامال الكرة الذهبية ويضيفها إلى كأس العالم؟ أم أن العالم سيشهد واحدة من أكبر مفاجآت تاريخ الجائزة؟ شاركونا توقعاتكم.